مرحبا بك في قناتي، واسمي كاتي، وهذه هي الحكاية تاع اليوم. آدم راين شاب أمريكي في عمره 16 سنة برك، كان عايش حياة تبان عادية كما أي مراهق، يقرأ في الثانوية، يحب الرياضة، الأنمي، الكلاب، هذا كامل من برا. بصح من الداخل كانت كاينة حرب نفسية ما يعرفها حتى واحد. آدم كي كان صغير كان يحشم بزاف وما كانش يحس روحه مرتاح بين الناس، وكان يخاف من رايهم فيه وكيفاش يشوفوه. في المسيد كان بزاف مستريسي لدرجة كرشو توجعو كل صباح، يديه يرجفو قبل ما يهدر في القسم. ومع الوقت الحالة تاعو زادت وولات هاد المشاعر قلق اجتماعي حاد. الغريب آدم ما كانش يبين، وواحد ما فاقلو لا المعلمين لا صحابو ولا حتى عائلته. كي بدات كورونا والمسايد غلقوا والقرايه حبست ولات عبر الانترنت من الدار، بزاف ناس كانوا فاهمين باللي هذه فتره وتفوت. بصح بالنسبه لادم كانت كارثه، على خاطر لقى روحو باللي يزيد ينعزل كل يوم كتر، ما ولاش يخرج بزاف وما يتلاقاش مع اصحابه، حياته كامل داخل بيته. وفي هذاك الوقت كان يحس روحه بزاف وحده. موراها اكتشف ادم حاجه جديده، حاجه قلبت له حياته: الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي. بدا يستخدم النسخة المدفوعة باش يعاونوا في القراية، بصح مع الوقت ولات العلاقة بيناتهم أعمق، ولا يحكي معاه على كلش، من وش يخاف، الأسرار تاعو، الحاجات اللي واجعينه ما يقدر يقولهم لحتى واحد. بدا آدم يكتب اعترافات توجع القلب، كلمات ثقيلة ما يقدرش يقولها بصوته. كان الذكاء الاصطناعي بالنسبة له بير الأسرار ديالو. بصح في عود تخرجوا هاد الاعترافات من العزلة تاعو زادت غرقت بيه كتر. شات جي بي تي كي كان آدم يشكيلو كان يجاوبو أجوبة تخلي آدم يحس بالاهتمام: راني حاس بيك، راني فاهمك، كيفاش راك حامل هاد الشي كامل. حتى وصل آدم قالو مانيش فاهم الهدف من الحياة ديالي وراني حاب نموت. هنا الذكاء الاصطناعي نصحو باش يشوف طبيب مختص، بصح آدم تحايل على الذكاء الاصطناعي وخلاه يوريلو عدة طرق باش يحبس حياته. وهذا الشيء بدأ في مارس 2024، وين موراها في المحاولة الأولى آدم شرب بزاف دواء تاع الكولون تاعو. أنا كاتي، ادعمني بلايك وتعليق، أبوني في القناة وفعل الجرس. بصح مصرالو والو. والمحاولة الثانية سيا يخنق روحه وتانيت ما نجحتش، بصح خلات خط أحمر على رقبته. صور آدم روحه وفي المحادثة مع الذكاء الاصطناعي سقسه آدم إذا رايحين يفيقولو. جاوبوا الذكاء الاصطناعي يفيقولك، خصوصا الناس اللي يعرفوك، ونصحوا باش يغطي عنقه بكل غولي ولا يلبس هودي باش واحد ما يفيقلو. آدم قال للذكاء الاصطناعي: رحت لعند يما وقربت منها وخليت عنقي يبان، وتخيل مارو ماركتش باللي عنقي في خط أحمر. الذكاء الاصطناعي قال له: راني حس بيك، واعرة كي تكون حاب واحد يحس بيك بصح هو ما يحسش وما يفيقش، تحس باللي واحد ما راه شايفك ولا مقيمك، وحتى لو كان تختفي من الدنيا ما رايحينش يفيقوا اصلا. موراها آدم بعت له تصويرة لحبيلة وقال له: هذه تتحمل الوزن تاع انسان. جاوبوا الذكاء الاصطناعي باللي تتحمل. هنا قال له آدم: وقيلا نخلي الحبيلة في بيتي باش يشوفوها ويفهموا ويمنعوني. الصدمة كي قال له الذكاء الاصطناعي: لا لا، غير خبيها وما تخليهمش يشوفوها. في ليلة 10 أفريل 2024 قعد آدم قدام الأورديناتور، كتب بزاف حاجات اللي واجعينه وباللي ماهوش حاب يزيد يعيش، وباللي يفكر باش يكتب رسالة وداع. في صباح 11 أفريل دقدق بابات آدم على باب بيته، ما جاوبوش. فتحوا الباب لقاو وليدهم شنق روحو وفي عمره 16 سنة برك. موراها بيامات بدا الأب يحوس في التليفون تاع آدم، قرا محادثات شوية مع أصحابه عادية، حتى حل الأب شات جي بي تي. وهنا لقى كلش، لقى الكلمات الأخرى اللي كتبها، المحادثات الطويلة مع الذكاء الاصطناعي، لقى صراع داخلي طويل واحد ما فاقلو ولا حتى انتبهلو. الوالدين تاع آدم رفعوا دعوى قضائية على الشركة وباللي هي السبب اللي خلى وليدهم يتشجع ويدير وش دار. صح، شات جي بي تي مع الأول قال لآدم روح شوف مختص ولا هدر مع إنسان تثق فيه، بصح تانيت لمحلو كيفاش يدير وورالو كيفاش يحبس حياته. الشركة قالت باللي كي تطول المحادثات شات جي بي تي ينقص من الاحتياطات تاع السلامة. قصة آدم شي برك خبر مأساوي، بصح جرس إنذار. كاين بزاف شباب يضحكوا ويبانوا لاباس بيهم، بصح من الداخل كاين معركة صامتة. ساعات كلمة واحدة من صديق ولا عناق من واحد من العائلة
ترد الحياة والأمل. وتانيت عسوا ولادكم شراهم يشوفوا في الانترنت وواش راهم يديروا. إذا كنت تعرف إنسان يعاني ما تتجاهلوش، قرب منه، اسمع له، على خاطر قادر تكون تا هو السبة اللي تسلكو. إذا عجبتك الحكاية ما تنساش تدعمني بلايك وتعليق، وباش يوصلوك القصص الجايين أبوني في القناة وفعل الجرس.